السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد جودة وفي ريفيو جديد لبرينتر جديدة بالعربي. معانا النهاردة برينتر جديدة من شركة كرياليتي بعد تجربة طويلة حبتين. الفيديو ده ممتع جدا ومليان معلومات وتفاصيل، فركزوا معانا. كرياليتي متفوقة في البرينترات العملية اللي تشيل معاك شغل، وخصوصا الاندر سيريس، وكلنا عارفين كده ومحدش مننا معداش على الاندر والاندر نيو، وعشان كده عملت لنا برينتر اعتمادية وتنافسية في السعر، يعني اقتصادية وحلت محل الفيتو كلها، وبمساحتين طباعة مختلفة فهنختار براحتنا. الريفيو المرة دي عارفين ان هو متأخر شويتين لان هي البرينتر نازلة من مايو 2024 فبقالها كتير جدا، ولكن ده هيفيدنا فين؟ ان هنكون خدنا مع البرينتر تجربة كبيرة حبتين، فقادرين نطلع منها بكل التفاصيل اللي ممكن نحتاج نعرفها. هنتعرف مع بعض على كل مميزاتها، وخصوصا ان في منها حجمين مختلفين زي ما قلنا، وبنفس الامكانيات، ويعتبروا الانسب حاليا للمبتدئين في السوق. معانا ومعاكم كرياليتي اندر الفي 3 والفي 3 بلس. هنبدأ نتكلم معاكم على الفرق ما بينهم وتختار انهي، وهل فعلا هي تستحق ولا لا. البرينتر بتيجي زي ما تعودنا على جزئين، وبتتجمع زيها زي اي حاجة تاني، سواء الهاي او غيرها. محور زد لوحدي والواي لوحدي، وبتتجمع هتاخد منك حوالي 15 دقيقة. البرينتر دي كسرت التصميم التقليدي وكمان خامات التصنيع، ده غير السرعة بتاعتها، وهنشرح مع بعض كل التفاصيل. كرياليتي الفترة الأخيرة بقت تهتم جدا بالخامات بتاعة التصنيع، زي إن البودي بالكامل بقى ميتال. الاندر الفي 3 والفي 3 بلس بيجوا بنظام كور اكس زد. ايوه، كور اكس زد مش كور اكس واي زي ما بنسمع دايما. بص يا سيدي، الفرق ما بين الاثنين ان الميكانيزم بتاع الاكس زد هو زي الاكس واي بس بشكل عمودي، فبدل الربط مكان ما بين محور اكس وواي بقى ما بين اكس وايه زد. برافو عليك. بس السؤال هنا، ده هيفيدنا في ايه؟ اولا كده محور زد بقى اكتر سرعه، وبقى اكتر ثبات من المحاور اللي راكبه على ليد سكرو، فنقدر نطبع بارتفاعات اكبر وبجوده ثابته. لو بتخاف تطبع بارت طويل عشان الارتفاع، فكرياليتي بتطمنك. برضو البرينتر شكلها حلو وفيها كيرفات من فوق كده بتدي شكل وانسيابيه في التصميم. ولو بصينا على البرينتر من ورا هنلاقي الجزء ده المسؤول عن البيلت تنشن، يعني هي بتشد السيور اوتوماتيك بتاع محور اكس وزد عشان نحافظ على الدقه طول الوقت حتى لو السير ريح شويه. نيجي للمساحه، الفي 3 بلس بتيجي مساحه 30 في 30 في ارتفاع 33 سم، لكن الفي 3 بتيجي مساحه 22 في 22 وارتفاع 25، ففي فرق واضح ما بين الاثنين في المساحه. فبالنسبة للمساحة، الفي 3 بلس هتعمل مرة ونص من الفي 3. معظم الشركات بقت بتعمل الحركة دي كتير، ان هي تطول في الارتفاع لان ده مش هيخسر معاهم. نيجي المحور واي، البيد هنا بتتحرك على 2 رودز، وكمان البيد هنا محطوطة على 2 موتور، ودي مش هتشوفها في البرينترات اللي بالحجم ده. يعني دايما في البرينتر اللي بتبقى اكبر من كده هي اللي ممكن نلاقي 2 موتور لمحور الواي، لكن هنا هي مقاس اصغر ومع ذلك محطوط لها 2 موتور، فدي ميزة حلوة جدا. واكيد فيها بي اي شيت عشان البورت يلزق عليها احسن، وعشان لما نيجي نشيله من عليها يبقى اسهل برضه. لكن الفي 3 جايه بموتور واحد في الواي، وفيها بي اي شيت كمان، ونفس الكلام زي اختها الكبيره. الاثنين البد فيهم بتوصل ل 110 درجه، وده هيبقى مناسب جدا لكل الماتيريال اللي حابب تطبعها حتى الان. وده يخلينا نقول ان احنا داخلين على فئات ممتازه جدا من البرينتر بسعر مغري واقتصادي، لان الشركات بقى عندها R&D حقيقي دارس السوق واحتياجات العميل، وبيوفر سرعات مختلفة في البرينترز وجودة عالية في التصميم كمان بتاع البرينتر. نيجي بقى للهيد بتاع البرينتر اللي تحسها فعلا جزء من البرينتر مش زي بقية البرينترات التانية. بس استنى هنا، قبل ما تبص على الهيد بص على محور زد عامل ازاي. اولا هو عبارة عن 2 جايدز، ولكن مصمم بشكل ممتاز جدا، داخل كده من جوه الهيد وراكب على بيرنج معدن، يعني مناسب جدا للسرعة الجبارة اللي هنتكلم عنها كمان شوية، وكمان مقلل الفريكشن ما بين الميكانيكال بارتس. فكرة الهيد هنا لما تشوفها بتصميمها الفضائي ده بيبقى ممتع جدا لما بتشوفها وهي شغالة. فيها دايركت اكسترودر معدن بيمنع التآكل مع سيراميك هيتر 60 واط، وده هيشتغل معانا حلو جدا مع البي تي جي والاي بي اس، بس هتحتاج طبعا تقفل على البرينتر. بتوصل درجة حرارة الهوت اند ل 300 درجة في 75 ثانية بس، وده ممتاز جدا. ومعانا نوزل من الهاردن ستيل، حسب تقارير كرياليتي لاب مقاومة للتآكل أحسن 6 مرات من العادية، وبيسموها تراي ميتال نوزل أو بيسموها يونيكورن. عقبالنا يا رب، دعواتكم.
يونيكورن اللي هي بتبقى شركة تقييمها وصل ل 1 بليون دولار، 1 بليون دولار كامباني، وهي قطعة سحرية مع الهوت اند، بتتفك بسهولة جدا بكويك ريليز ميكانيزم عشان تتغير سهلة جدا بدون مشاكل. نيجي بقى لجزء التبريد، فأحب أقول لك إن التصميم اللي أنت شايفه ده مش من فراغ، ده فيها مروحتين للتبريد على جنبين القطعة عشان تاخد منها أفضل أداء. أما كابل الهوت اند فهو بمدخل واحد بس، غير زمان اللي كان بيبقى كذا كابل داخلين مع بعض. والهوت اند زي ما احنا شايفين الاتنين زي بعض في الاتنين برينتر. اما الفيلمنت سنسور فهو من الجنب كده ومخفي ورا البرينتر، مش زي الكرياليتي هاي موجود جوه الهوت اند نفسها. نيجي لسرعة البرينتر اللي هي 600 ملي في الثانية، يعني اعلى من بامبو A1 كمان، فهتطبع البنش في 13 دقيقة بس. واللي مساعدها ان هي توصل للسرعات دي ان هي كور اكس زد زي ما شرحنا في الاول. ومع السرعة دي يبقى الاكسلريشن كام؟ اكيد هتبقى 20,000 او اكتر كمان. بس بصراحة عشان تطبع بسرعة 600 اكيد هتضحي بشوية من الجودة، ده بعد تجارب كتير. ومش كل البارتات اللي هتطبعها مناسب ليها السرعة العالية، احيانا البرينتر بتكون سرعتها عالية جدا لكن البورت ما يسمحلكش ان انت تطبع بالسرعة العالية دي، فالبرينتر بتسمح لكن الموديل نفسه ما بيسمحش. لكن معظم البارتات هيكون مناسب ليها سرعة 300 اللي هي الريكومندد سبيد اللي بيقولوا عليها. وكرياليتي قالت ان البرينتر فيها سايلنت مود، ولكن اللي لقيناه ان هو ولا سايلنت ولا اي حاجة، طبيعي جدا، صوتها زي صوت اي برينتر، ومع السرعات العالية بيبقى واضح كمان. لكن خلينا ننسب لهم الفضل ان هم من اوائل الشركات اللي وصلت لسرعة 600 وكسروا حاجز ال 500. لكن المنافسة دي حلوة جدا اللي احنا شايفينها بين إليجو وإنكيوبيك وكرياليتي، وده هيبقى في مصلحتنا جدا. ولكن بامبو واقفة فوق بتتفرج. البرينتر جاية بكالرفول تاتش سكرين بشكل انسيابي جدا وتاتش. الموديلات اللي قبل كده كلها في الاندر ال 3 والفي 3 لا اللي قبل الفي 3 اللي هي الاندر 3 والاندر الفي 2 والنيو كلهم بتبقى بشاشه فيها بكره، مفيش حاجه فيهم تاتش. لكن هنا جايه بتاتش سكرين اللي هتقدر تتحكم من خلالها في الكاليبريشن وغيره بيوزر انترفيس سهل وبسيط، واللي هتقدر توصلها من خلاله بالواي فاي. وعشان البرينتر من 2024 فهتلاقي فيها واي فاي والكلاود، لكن العيب اللي فيها هو الانعكاس اللي بيحصل فيها من الضوء. وكمان الشاشه ثابته مش بتتحرك زي الكرياليتي هاي، لكن للاسف البرينتر ما فيهاش كاميرا. فيها الكاليبريشن طبيعي وبضغطه واحده زي الاوتو ليفلينج، والانبوت شيبنج عشان ناخد احسن اداء في الاوفر هانجز، والاوتو زد اوفست كمان بس لازم نتاكد منه بعد ما نخلص اول مره كاليبريشن. الفقره اللي جايه دي جديده شويه، وهي اننا سالنا كل قسم عندنا ايه عيوب البرينتر اللي هم شايفينها، وده تطبيق لخبره حقيقيه نتمنى نفيدكم. اولا الصيانه، دول دكاتره البرينتر والجراحين ده كده قالوا عشان نخلي شكل الكيبل بتاع الهوت اند شكله كويس فعملوه قطعه واحده. لكن المشكله هنا فين؟ ان لو في سلكايه واحده باظت فيه فانت هتضطر شبه تغير الكابل كامل. بس الشركه حلت المشكله دي ومنزله منه قطع غيار. تاني مشكله اللي هي المتكرره كانت السترين جيج، كان بيحصل فيها مشكله وبتعلق لو دخل فيها تراب، ودي حلها هننضفها عادي ببلور. تالت مشكله وهي البلت بتاع الواي اكسس، واللي بيكون محتاج شويه تظبيط عشان ما يتاكلش ولا يتشد بزياده، يعني مش زي الاكس واي. الاكس واي قلنا بيتظبط اوتوماتيك، النوزل والبايب قطعه واحده، فمخلي سعر النوزل اعلى من العادي شويه عشان انت بتغير الاتنين مع بعض مش واحده وواحده زي قبل كده. بس خلينا نتفق ان دي مش عيوب، لان اي برينتر بتحتاج صيانه وصيانه دوريه. ده غير ان معظم البرينتر اللي موجوده دلوقتي اوريدي بيحطوا الاتنين مع بعض حاجه واحده مش بيفصلوه. رايي بقى قسم الدعم الفني اللي فعلا ده بيعبر عن اراء العملاء، قالوا ان في مشكله في مكان الفيلمنت سنسور، ان لما بتيجي تركب الفيلمنت بيكون فيه صعوبه شويه. ده غير طبعا ان مكان الفيلمنت سنسور ان هو لما بتطلع وبتنزل فبتشد الفيلمنت معاك، فلما بتنزل بيتعقد وبيبقى تحتيه، فدي بتعمل مشكله شويه، وان الفيلمنت بيريح من البكره ده في اثناء عمليه الطباعه. تاني حاجه قالوا ان السرعه ال 600 ملم بير سكند دي مش احسن حاجه، فبنطبع بالستاندرد اللي هو 300 كده. يبقى قلنا المميزات والعيوب، يبقى كده عندك فيدباك كامل. وفي النهايه حابين نعرف رايكم في الكومنتات واللايك الجميل بتاعك، ولو مش مشترك اشترك برضه اكتب لنا في الكومنتات. وخليكم جاهزين لسه هننزل لكم فيديوهات كتير. البرينتر الجديده من كرياليتي الاندر في 4، وهل تستحق فعلا الدوشه اللي عاملاها دي ولا لا؟ وسلام.